ايه رأيك في ان لو حد يجيب ايفون من المانيا بس مش هيبقى جديد، في حاجة لو تسمع عنها بتبقى شاشة متغيرة او ظهر او حاجة من دي، بس بتبقى متغيرة في شركة ابل نفسها، وبتقفل من الشركة وكل حاجة كويسة وسليمة، والبطارية بتبقى 100%. و13 برو ماكس بيبقى في حدود 29,000 جنيه مفروض، لو انا يعني فهمت صح، وبيبقى من غير كرتونة. فطبعا لا، انا لو مكانك طبعا عارف الكلام ده، دي بتبقى حاجه اسمها مجدد، يعني بتبقى مجدد طالما هو من شركه ابل، فبيبقى الجهاز مجدد، معمول له مثلا كان مع حد في شاشه باظت، ظهر باظ، فهم غيروا الهاوسنج، غيروا شاشه، غيروا بطاريه، وقفلوا الجهاز، فبيبقى الجهاز مجدد. ولكن لما حضرتك هتجيبيه ويبقى عامل في حدود 29 ومن غير كرتونه ومجدد، يعني بتتكلمي في 30,000، فطبعا هو من غير ضريبة زي ما حضرتك قلتي. فأنا ممكن أشتريه من هنا بما يعادل مثلا 35 36، المساحة 128، وعلى الأقل يبقى ما اتفتحش قبل كده، و256 هيبقى أغلى شوية بس اسمه برضو ما اتفتحش قبل كده، دي الفكرة كلها. والمجدد برضو حلو، لو هو سعره هيبقى حلو، بس النصيحة يعني لا.